بيقول لك لما تبص في المراية بتشوف مين؟ بشوف واد زي القمر، والله العظيم، طيب وجميل وامين وروحه سالكه وما بيشيلش من حد، وعلى الله حكايته كده، واموره في الدنيا كلها سهل. والله بشوفني سهل جدا، بني ادم سهل. يعني مش عشان تفرحني مش هترهق، عشان تجبر بخاطري مش محتاج تعمل مجهود. بشوفني بني ادم، والله ده مؤخرا ما كنتش كده. الناس برضو اللي عندها مشاكل سايكولوجيكال بكره نفسي، ما عنديش فاهم، مش قابل نفسي يعني. كنا لسه بنتكلم عن مي شوية. بس مي عبد العزيز، مي عبد العزيز لو كانت كما قلت قبل كده، لو كانت مكان حواء ما كانتش بصت للتفاح. تلتين النفسية السوية في بنات الأرض أنا شفته في مي عبد العزيز. وإحنا شفنا بعض ناس لم نتجاوز الأربع مرات. الأربع مرات دول منهم مرتين بس اللي اتكلمنا فيهم. وأنا عملت فترة كنت عايز أعمل براند، أي حاجة أي تجارة تطلع وقف خيري منها فيها، يعني أعمل مشروع يفضل ينجح وشان. فعملت مشروع براند اسمه هاج، وما شاء الله كان فيرجن ميجا ستور بينزل بقى ومش عارف ودوتس وبتاع وشغال حلو قوي، كانت مي البراند امباسادور بتاعه. انا بنائي للمسمى بتاع البراند وبنائي ليه حاله الوقف دي، اني حطيت فلوس في البروجكت وعايز هو يكسب ويشغل نفسه وارباحه تطلع كلها وقف للجمعيات اللي بطلعها، كان مبني على احد حاجاته، يعني على كاركتر مي. عندها قدره عظيمه هذه البنت على تقبل الاخر. اقعد معاها وانت فاهم اقصى الشرق من حته هتلاقيها عندها عزه نفس وكرامه، صاينه مبدأها بس بتطبطب على ان مبدأك ده موجود. تمام. عارف النقد بتاع ان هاجي احكي قدامك حاجه تسيء ليا ولصورتي عندك، وانت تقدر تتحكم في وشك حتى انك ما تعملش كده، تقول ايه ده مش عارف. هي عندها قدره، عندها ايموشنال انتليجنس البنت دي، ما شاء الله تبارك الله، انسانه عظيمه جدا.